بصوا بقى يا حبيبي، دي اكتر فطاير عجبتني جدا ما شاء الله. هي الفطاير دي لو عملتوها مرة هتعملها على طول مقلية كده في الزيت وما بتشربش زيت خالص. معايا كوباية من المية الدافية، معايا كوباية من الحليب الدافي، معايا معلقة كبيرة من الخميرة، 3 معالق من السكر، رشة كده من الملح. تمام. وهنقلب المكونات دي كلها مع بعض اهو زي ما انتم شايفين. معايا كده الطحين، كوباية من الطحين، ادي كده 2 زي ما انتم شايفين، ادي كده 3، ادي كده 4، ادي كده 5. تمام، يبقى 5 كوبايات من الطحين اللي هو الدقيق. هنقلبهم كده وهنعجنهم اهو. معايا كده ربع كوبايه من الزيت اهو زي ما انتم شايفين. هنعجن بقى المكونات دي كلها مع بعضها لغايه لما يكون معانا عجينه كده طريه ولينه. تمام، على ايدك كده او العجانه زي ما انتوا تحبوا. كده خلاص اتعجنت بقت زي الفل اهي، بسم الله ما شاء الله. حاجه كده تحفه وسهله جدا وسريعه، ممكن تعمليها في 5 دقايق اهو. كده خلاص هبدأ كده اغطيها واسيبها بقى لغاية لما تخمر. شايفين طرية ازاي وحلوة ازاي؟ هسيبها بقى لغاية لما تخمر لمدة نص ساعة او ساعة على حسب درجة الحرارة. تمام، كده خلاص خمرت، بسم الله ما شاء الله، خمرت وبقت زي الفل. هبدأ كده اقطعها كده كور كده، تكون متوسطة كده، ولا صغيرة ولا كبيرة. تمام، لو وصلنا لغاية هنا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده فيديو جديد، عمل معاكم فطاير حلوة جدا عجبتني ما شاء الله، هبقى اعملها تاني. كده خلاص عملنا الكور، هسيبها بقى تخمر لمدة نص ساعة تاني. بعد كده هجيب اي معلقة عندكم نفس دي كده، اي حاجة، هنخرمها كده من النص. تمام، هنخرم كده الفطاير كده من النص اهو زي ما انتم شايفين. هي تشبه للدونس. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. كده هخرمها اهو زي ما انتم شايفين. وهبدأ كده كده خلاص هبدأ بقى اجيب زيت على النار، هي ما بتشربش زيت خالص. وبعد كده هروح ضايفه كده عليها الفطاير. لو وصلنا لغايه هنا تابعيني، لو انتوا مش متابعين حطي لي لايك وقولي لي رايكم في الفطاير الحلوه دي. عجبتني والله جدا ما شاء الله، كانت تحفه تحفه جدا اهو. هقلبها كده زي ما انتوا شايفين لغايه لما تكون تتحمر كده معانا. شايفين عامله ازاي؟ خطيره، ما بتشربش زيت خالص خالص. شايفين الجمال؟ مفيش اجمل من كده ولا احلى من كده. عجبتني جدا جدا، وقلت لازم انزل لكم الطريقه واوريها لكم. تمام، لو عملتوها لاولادكم في اللانش بوكس هيتبسطوا بيها جدا ما شاء الله. كده هحمر الكميه كلها بالطريقه دي والشكل ده. تمام اهو بالشكل الجميل ده. شايفين بقى؟ تحفه وخطيره خطيره. حمريها كده كويس هتبقى زي الفل. لو عندكم بقى شوكولاتة، لو عندكم تحشوها بيها اي حاجة تزينوها بيها. شايفين طرية وهشة ازاي ما شاء الله. انا عملتها كده، حطيت عليها سكر اهو ما شاء الله. حاجة كده تحفة، جربوها هتعجبكم جدا. قولوا لي رايكم فيها واستنوا الفيديو الجاي. يلا باي، مع السلامة.